ولادي بيحكوا كل حاجة عن البيت، لا وايه وبالتفصيل. كل شوية اقول لهم يا ولاد ده سر من اسرار البيت، ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، مفيش خالص. كأن انا بتكلم في وادي وهم في وادي تاني خالص. اكيد دي حاجة طبعا بتضايقنا كلنا، وساعات ساعات ايه ده على طول بتحطنا في مواقف محرجه جدا مع الناس، ان هما بيحكوا على حاجات ما ينفعش اساسا ان انا افضل احكيها، وعلى حاجات كتيره جدا في حياتنا. طيب ايه ده بقى؟ اعمل معاهم ايه؟ امسكهم اضربهم انا ولا اعمل ايه معاهم؟ لا طبعا، انت هتقعد مع نفسك الاول وتشوف كده هو انت بتعمل كده. لا 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 لا، انا ما بعملش كده. احنا اتفقنا ان احنا خلاص من الحلقه اللي فاتت زي ما اتكلمنا ان انا ما اتكلمش عن حياتي الشخصيه، وان احنا هنمسك لساننا شويه. بس كده كان في مشكله كانت مضايقاني كده، وحاجه كانت مضايقاني قوي، فانا مش عارفه الاقي حل للموضوع ده. فانا اخترت انسان انا بثق فيه، اختبرته مره واتنين وتلاته، وبدات ان انا احكي معاه. على فكره ده حقك، حقك ان انت تعمل كده. بس احنا بقى مش بناخد بالنا ان انا بتكلم كده وبحكي قدام ولادي، اللي هم طبيعي جدا بيقلدوني وبينقلوا الكلام او بيتكلموا عامه بشكل عفوي وبمنتهى البراءه، وبيثقوا ثقه عمياء في الناس دي كلها، كأن الدنيا دي يعني حاجة كده جميلة. هي حاجة جميلة، بس ان انا ما اتكلمش برضو عن حياتي الشخصية مع كل الناس. تمام. فزي عارفين زي فكرة ايه، كلنا على فكرة بنعمل برضو الخطأ ده، ان ما تتكلمش احنا بناكل ايه النهاردة، ما ينفعش، ما حدش ليه ان هو يعرف احنا بناكل ايه. اول التليفون ما يرن ترين ترين، الو، اه ده احنا النهارده اتغدينا وما اعرفش ايه، وتبتدي ان انت تحكي، سواء كنت انت بقى ولا مراتك ولا اي حد في البيت، يبتدي ان هو يحكي. فالولاد بيتكلموا عادي، ويبتدوا ان هم يتكلموا بشكل عادي جدا. بس عامه لو كان الموقف ده فعلا كان بيحصل مش مشكله، انا المهم ان انا دلوقتي اخد بالي، واخد بالي كويس جدا ان انا ما اتكلمش قدام ولادي. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، أخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات. أسيبكم في رعاية الله.